ايه الفرق في الانجليش بين give وبرينج وهاند وباس؟ give bring hand a pass and pass. في الانجليش give طبعا يعني يعطي، يدي give. اوكي give something، حد بيدي لحد حاجة. لكن bring حد بيدي لحد حاجة لكن بيجيبها من مكان تاني. bring يعني يحضر شيء، يعني لازم يجيبه من مكان تاني. لكن give بيديهوله كده. لكن bring بيجيب حاجة من مكان ويديها له. hand يعني يسلم. مفيش فرق كبير قوي في المعنى بين give وهاند. هاند طبعا هنا جايه verb، طبعا هاند اللي هي معناها ايد، ده كده noun. احنا بنتكلم عن هاند لما بتيجي verb معناها يسلم او يدي او يعطي. يبقى في give وفي هاند برضو يسلم او يدي، وفي bring من مكان تاني. وفي كمان حاجة اسمها pass. pass 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 اما اقول لحد pass me كده هاند، لكن باس يعني زي يزقها كده، يعني pass. We are on the table for example and somebody is far from me. لو احنا مثلا على تيبل مثلا وفي حد بعيد عن حد وحد بيطلب منه نديله حاجة، فهو بي ايه بيحركها له قدامه كده. دي اسمها باس. على فكرة كلمة باس دي موجودة وبتتقال، بس بتتقال بشكل تاني كسلانج او كعامية. كلمة لما حد بيلعب كورة بيباصي، دي كلمة انجلش. بيباصي دي معناها بيعمل باس، لانه هو مش بياخد الكرة يديها له بايده، هو بيباس لانه باس الكرة لانها بيزق الكرة فالكرة بيعمل باسنج. فالكلمة دي جاية من باس بالانجلش اللي هي يدي، بس بتبقى حاجة بالشكل ده. فكلمة باس دي انجلش اللي هي منها كلمة يباصي الكورة مش عارف ايه بتاع، دي كلمة انجلش جاية من كلمة باس. and good luck.